سلام متتبعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. حلقة يوم الخميس واللي فيها كذلك أحداث جديدة، ومن بين هاد الأحداث علاء اللي غادي يضرب خير الدين حيتاش غيلقاه ناعس وما يديرش خدمته. كذلك غنشوفوا بهار اللي غتلاقى مع ميسون باش تبدل الكنية ديالها. كذلك غنشوفوا أنيس اللي غادي يتخاصم مع أرزو بسبب بهار. كنتمنى تعجبكم هاد الحلقة وفرجة ممتعة. وبداية مع بهار اللي غتقول الاب ديالها محمود امير بابا، يعني اول مره غتقول ليه كلمه بابا، وغيبقى مصدوم من هاد الكلمه وغادي يعنقها وغتبقى تبكي. ومن بعد غيقول لها يلا خلينا نمشيو، انا غنديك لواحد البلاصه زوينه. من بعد غنشوفوا علاء اللي غيكون خارج مع الشرطه هو وصالح والسلطانه وميسون، وغيقول لهم علاء بلا ما تعدوا راسكم قررت انني غادي نعترف. غتقول ليه السلطانه وعلاش درتي هادشي كامل؟ كان عليك من الاول كون مشيتي اعترفتي بلا ما تدخلنا معاك في هاد المشاكل. غتقول ليه ميسون حتى تزوجت بيك انا عاد باش بغيتي تعترف، علاش ما مشيتيش شحال هذا عند الشرطه واعترفتي؟ غيقول لهم علاء انا راني ما عارف راسي شنو كندير، حيتاش كنت مرفوع وما عارف راسي شنو كندير. صالح غيقول لعلاء واش ما عارفش راسك شنو غدير؟ الا مشيتي حتى اعترفتي راه غتمشي فيها انت الحبس وحنا غنمشيو فيها كاملين. غيقول لي علاء هادشي اللي بغيت، حتى انا بغيت نمشي للشرطه ونعترف باش نسالي هادشي كامل. صالح غيقول ليه بغيتي هادشي كامل سالي واخا، ولكن نسى الاخت ديالك هدى. غيقول لي علاء كيفاش هدى اختي؟ شنو دخل هدى في هادشي كامل؟ صالح غيقول لي الا مشيتي حتى اعترفتي غير نسى اختك. غيقول ليه علاء واش كتهددني بالاخت ديالي؟ غيقول ليه صالح واش كيسحب ليك انا كنضحك معاك؟ انا راه كندوي بصح. ها انت شوف. هنا غيوري الفيديو ديال هدى اللي غتكون في الغرفه ديالها وهي ناعسه. هنا علاء غيتصدم غيقول لي كيفاش دخلتوا نتوما للدار؟ شنو درتي؟ صالح كان داير شي واحد اللي صيفطو باش يصور لهدى في الغرفه ديالها، يعني هو راه قادر يدخل حتى للغرفه ديال هدى ويعرف اشنو كاين تما. ميسون وسلطانه ملي غيشوفوا هذاك الفيديو عند صالح حتى هما غيتخلعوا، ما غيعرفوش اشنو ناوي يدير صالح. غيقول ليه صالح الا مشيتي حتى بلغتي وتشدينا كاملين ما تنساش انا راه عندي صحابي بزاف، واخا نتشد في الحبس غير كلمه واحده من عندي صحابي قادرين يديروا اي حاجه، انا راه نحرق عائلتك كامله. غيقول لي علاء الا مشيتي حتى قربتي من هدى ولا من عائلتي راني كننبهك، الا مشيتي حتى قربتي لهدى اختي راه انا غنقتلك. غيقول ليه صالح مهم غير باش تعرف بلا ما تبقى تهدد فيا، دابا فكر مع راساتك مزيان في هادشي اللي قلت لك. علاء غادي يخاف حيتاش ما يقدرش يغامر بالعائله ديالو، هو اهم حاجه عنده في حياته هي ام ديالو واخته هدى. وهنا غيجي المحقق اسماعيل غيقول علاء واش سولتي عليا؟ غيقول ليه علاء راني سولت عليك غير شي مشكل عائلي صافي راه تحل دابا. وهنا علاء غادي يمشي يركب في السياره ديالو وغيقول لهم تصبحوا على خير. ميسون حتى كذلك غتقول اسماعيل تصبح على خير، ولكن هو ما غاديش يجاوبها، غيركب في الطوموبيله ديالو وغيمشي. ميسون غتقول صالح شنو هادشي اللي درتي؟ غيقول ليها لا ما تخافيش انا راه غير بغيت نهدو حيتاش عارفو هو ما فيش الثقه. ميسون غتقول صالح عندك تمشي تادي هدى ما تدخلهاش في هاد المشاكل، خلي المشاكل ديالنا غير بيناتنا وبين علاء. غيقول ليها لا ما تخافيش. غتقول لي سلطانه هادشي اللي بان ليا انت راه ما تقدرش دير شي حاجه لهدى، انت راه وقيلا بنتي ليا غير بغيتي تخلع علاء. غيقول ليها انا راه غير بغيت ندير احتياطاتي وصافي. غتقول لي السلطانه انا ما كنظنش علاء يقدر يدير شي حاجه، دابا راه بان ليا خاف. غتقول لي ميسون واش هاد المشاكل ما غتساليش كل مره مشكله، يلا خلينا ندخلوا ناخذوا التليفون من عند الشرطه. وفي مشهد اخر غنشوفوا ميرفت اللي غتكون كتقاد التصاور ديال البهار وغتحطهم في المنزل ديالها باش تبقى تشوفهم كل مره. من بعد غنشوفوا انيس اللي غيكون جالس هو وارزو وفاروق وغيقول لهم كنتصل ببهار وما كتجاوبنيش، ما عرفتش علاش، حيت هي قالت لي راه كانت غادا تجي، ما عرفتش علاش ما بقاتش غادا تجي عندنا اليوم. هنا الولد الصغير فاروق غيقول لانيس انا راه قلت لبهار سيري وما تبقايش تجي عندنا، انا راه جريت عليها. هنا انيس غيتصدم وغيسول ارزو غيقول لها واش بهار جات اليوم؟ غتقول ليه لا ما جاتش. هنا الولد الصغير غيقول لانيس راه جات. وغيبقى انيس يشوف ارزو اللي غتنكر وما تبغيش تقول ليه بلي راه بهار جات. غيعاود يسول الدري فاروق غيقول ليه بغيت نسولك واش بهار جات؟ غيقول ليه راه جات وانا جريت عليها، قلت ليها ما تبقايش تجي عندنا حيتاش انا ما بغيتك تتزوج بحتى وحده، انا بغيتك تتزوج بماما وصافي. هنا انيس غادي يعيط على ارزو وغيقول لها بغيت نهضر معاك، يعني غيهضروا مع بعضياتهم. غيقول لها علاش كتكذبي عليا؟ علاش ما قلتيش ليا بهار جات اليوم؟ سولتك ونكرتي عليا. غتقول ليه ما بغيت نقول لك والو. هنا الدري الصغير فاروق غيسمع باباه كيغوت على الام ديالو وغيقول ليه ما تغوتش على ماما.
من بعد غنشوفو بهار ومحمود أمير اللي غيمشيو للدار ديال ميرفت. هنا بهار غتوقف وغتبقى تشوف، غيقول ليها محمود أمير أنا عارف هادشي صعيب عليك، ولكن مع الوقت خاصك تحاولي تقبلي الأم ديالك، كيف ما سمحتي لي أنا ندخل حياتك اليوم راه خاصك حتى الأم ديالك تحاولي تدخلها لحياتك. أنت أصلا كتبغيها، ولكن إلا دخلتيها لحياتك غتبغيها أكثر. غتقولي ولكن هادشي راه صعيب عليا وأنا راه عارفة راسي مقلقتة حتى هي. هنا ميرفاش غتكون خارجة كتشرب قهوة وغتسمع محمود أمير وبهار كيهضروا وغتجي تصنت ليهم. غيقول ليها محمود أمير أنا عارف هادشي ماشي ساهل عليك، ولكن راه خاصك ضروري تحاولي تسامحي الأم ديالك. أنا عارف نتيا خايفة لا تخسرينا ولا شي واحد تعلقي بيه ومن بعد تخسريه، ولكن في نظرك إلا وقعت شي حاجة اللي هذيك الساعة من بعد غتندمي علاش ما سامحتيش لها. هنا بهار غتبدا تبكي وغادي يعنقها محمود أمير وغيقول لها ما تخافيش أنا غنكون ديما بجنبك. هنا غتشوفي وغتقول ليه بابا. ميرفت غتسمع بهار قالت هاد الكلمة وهنا غطيح هداك الكاس ديال القهوة وغادي يتهرس. ميرفت غتبقى غير مصدومة وكتشوف. غيقول لها محمود أمير حنا راه جينا نشوفو. غتقول ليه صافي مرحبا بكم اجيو دخلوا. ميرفت حيتاش اول مرة كتسمع بهار كتعيط للاب ديالها بابا، داكشي علاش جاتها صدمة وبقات مصدومة. من بعد نشوفو ميسو اللي غادي يكون يحققوا معاها الشرطة وغيقول ليه هذاك الشرطي باش عرفتي التليفون ديالك كاين عندنا. غتقول ليه راه قالوا لنا شي ناس باللي راه التليفون عندكم. غيقول لها الشرطي وانت باش عرفتي باللي هذا هو اللي عنده التليفون ديالك على جمال. غتقول ليه حيتاش هو راه كيشري التليفونات مشفورين وراه قالوا لنا باللي راه هو اللي عنده التليفون، شافوا التليفون ديالي وعطاوني النعت. غيقول ليها جمال شكون هذا اللي قال لك راه عندي التليفون ديالك؟ غيقول لي الشرطي اسكت ما تبقاش تهضر. غيقول لي جمال هذه راه كذابه، راه غير بغات تكذب عليا وقالت لي بلي انا كنشري تليفونات مشفورين. هنا غيسول الشرطي غيقول لها فين هو التليفون ديالك. هنا غتعطيه النعت ديالها وغتقول لي التليفون ديالي راه مهرس وفيه واحد الحروف. هنا داك الشرطي غيقول ميسون اجي حلي لي التليفون باش نعرفوه راه ديالك. غتقول ليه عطيني انا غندير كلمات السر. هنا غتدخل كلمات السر وغياخذ ليها الشرطي التليفون. غيقول لي جمال انا ما عندي علاقه بحتى التليفون، انا هذاك التليفون جابوا لي واحد الراجل وقال لي راه مهرس صايب لي الزعجه وبغيت نبيعو، انا ما كنتش عارفه باللي هو راه مسروق. ميسون غتخلع ملي غتشوف الشرطي كيقلب لها في التليفون. غيقول لها واش هاد الفيديوهات ديالك؟ غتقول لك ولكن انا عندي شي تصاور مزيانين ارا نوريك. هنا ميسون غتاخذ التليفون وغتحاول تمسح هذوك الفيديوهات. صالح غيبدا هضر مع الشرطي باش يلاهيه على ميسون في هذيك الوقيته غتمسح الفيديوهات ديال علاء. وهنا الشرطي غيقول لهم ديو جمال الحبس. جمال غيقول لهم انا راه ما عندي حتى علاقه. غيقول لي صافي غير اسكت. ميسون غتقول ليها انت شوف هاد التصويره ديالي انا راه كنت في باريس وغتوريه التصويره ديالها في التليفون. غيقول لها صافي واخا تاكدنا بلي التليفون ديالك صافي غير سيني على شي وراق وخذي التليفون ديالك وسيري. من بعد نشوفوا ميرفت اللي غتكون كتوجد القهوه وغيجي عندها محمود امير. غيقول لها واش نتيا بخير؟ غتقول ليه غيقول لي انا عارف بلي راكي مقلقه، ولكن دابا يجي واحد النهار وتعيط عليك بهار بماما، غير صبري شويه ما تقلقيش. هنا محمود امير غيجي اتصال من عند انيس اللي غيسول على بهار. غيقول لي راني كنتصل بها وما كتجاوبنيش، واش عندكم في الدار؟ غيقول لي محمود امير لا ما كايناش عندنا في الدار، ولكن راه كاين انا وياها عند ميرفت. من بعد نشوفوا ميرفت اللي غتكون جايبه قهوه. بهار اللي غتقول لها خليني نعاونك. غتقول لها ميرفت لا بلاش انت اليوم راه الضيفه ديالي. غتقول لها اجي تشربي القهوه. هنا غتجلس بهار وغتقول لها ميرفت خذي لك وخذي حتى الاب ديالك حتى هو خذي ليه القهوه. من بعد نشوفوا دنيا اللي غتبقى تسنى في علاء وما غيجيش. غتقول بنتها هدى شتي هادشي اللي وقع لينا، بقينا كنتسناو في علاء ما جا لا هو لا الحبيبه ديالو وحتى خويا محمود ما جاش. غتقول ليها جوليا محمود امير راه مشى عند ميرفت هو وبهار. غتقول ليها دنيا وعلاش؟ غتقول ليها ما عرفتش علاش مشى عند ميرفت بهاد السرعه كامله. دنيا غتقول ليها كنصوني العلاء وما كيجاوبنيش، ما عرفتش علاش ما كيجاوبنيش. غتقول ليها جوليا يقدر يكون خاف منك حيتاش عارفك نتيا شويه صارمه، يقدر يكون خاف منك لا ما تبغيش الحبيبه ديالو. غتقول ليها دنيا لا ما نظنش هادشي، هو راه ما يديرش هادشي. غتقول ليها جولي ولكن مع الوقت غنعرفوا واش غتبغي الحبيبه ديالو ولا لا، واش غتقبليها ولا لا. كنظن هادشي اللي كيدير فيه علاء راه غادي يخلي محمود امير يفكر على هاد القرار اللي خداه، يعني واش هو يستحق هذاك المنصب ولا لا. دنيا ما غاديش يعجبها الحال من هضره جوليا. غتقول لهم جوليا صبحوا على خير انا غنمشي نعس. جوليا غتمشي وهدى حتى هي غتمشي وغتبقى غير دنيا هي اللي جالسه كتسنى في علاء. من بعد غنشوفوا علاء اللي غيكون جاي في السياره ديالو وكيفكر في ديك الهضره ديال صالح وغيتفكر باللي هو هدو بها وقال لي هنا مشينا حتى تشدينا كاملين، ما تنساش اختك راه تقدر توقع لها شي حاجه، ما تنساش انا راه عندي صحابي بزاف واخا نتشد في الحبس نقدر نعيط ليهم ويديروا هداك الشيء اللي بغيت، انا راه قادر نحرق العائله ديالك كامله.
هدى غتصل باخ ديالها علاء وغتقول ليه فينك، واش ما غتجيش انت والحبيبه ديالك؟ غيقول لها لا ما غتجيش. غتقول ليه ام ديالي راه مقبله وهي كتسنى فيك راه تعصبات، واش انت ما عارفش هادشي؟ غيقول لها راني عارف. غتقول ليه انت حتى ملي هضرتي معايا اليوم حسيت بك بلي عندك شي حاجه، شنو عندك؟ غيقول لها لا ما عندي والو. غتقول ليه واش غادي تجي؟ غيقول لها انا جاي دابا. غتقول ليه صافي واخا انا غنحاول نهدئها وما نخليهاش تزيد تعصب عليك. من بعد غنشوفوا محجوبه اللي غتجي عند نعيمه وزينب وغتقول لهم شنو وقع اليوم. انا ما عارفاش شنو وقع. غتقول لها نعيمه اجي تعشي معانا. غتقول لها هادشي هذيك حنيفه شنو دارت؟ بقات كتقول شي هضره على زينب ما عرفتش علاش دارت هادشي كامل. غتقول لها محجوبه راه ضربتها الام ديالها غير باش تعرف علاش قالت هادشي كامل. غتقول لها نعيمه ما عرفتش علاش كتكره بنتي زينب، بنتي زينه مربيه وما كتمشيش مع الرجال، هذاك الشيء اللي قالته غير كذوب عليها كامل. محجوبه غتقول زينب علاش قالت حنيفه هادشي لك؟ واش نتي عاودتي لها شي حاجه؟ واش هي فهمات شي حاجه غلط؟ غتقول لها نعيمه لا هي راه ما قالت لها حتى حاجه، هذيك راه غير وحده كذابه وحقيره. كون ما كانش الام ديالها كنت غنقطع لها لسانها حيت ما كتحشمش وكتبقى تقول شي هضره على الناس ما كيناش. زينب غادي يبقى فيها الحال على هادشي اللي سمعت وغتقول لهم انا صافي شبعت وغادي تنوض وغادي تخليهم. من بعد غنشوفوا دنيا اللي غتبقى تسنى في علاء وغتجي عندها هدى وغتغطيها. دنيا تكون ساهيه وغتقول لها بنتها واش جاك البرد؟ غتقول لها راه جاني البرد، انا بقيت كنتسنى في علاء وهو ما كيجاوبنيش. غتقول ليها بنتها هدى بنتي ليا بحال ضغطتي على علاء بزاف، صافي غير خليه على راحته، جيتيني بحال كتغيري من هاد الحبيبه ديالو. هدى غتقول ليها انت راك عارفه هو راه ما عمرو جاب شي بنت للدار، يعني ما يقدرش يجيبها حيتاش غادي تحرج، ومادام ما جابهاش اذا هذه شي وحده اللي غتكون عندها معزه ديالها غاليه. غتقول ليها دنيا ولكن انا بغيت نعرف علاش صرف عليها هذا المصروف كامل 500 الف ليره كامله صرف عليها؟ شكون هاد البنت؟ واش تستاهل هادشي كامل؟ هو راه ما عمرها كانت ليه، ما عمرو صرف على شي وحده 500 الف ليره كامله صرف عليها. حتى لهاد الدرجه هاد البنت عندها قيمه عنده كبيره. من بعد غنشوفوا علاء اللي غيكون جا وغيبقى يكلاكسوني على خير الدين. خير الدين اللي غيكون ناعس وما غيسمعوش، غادي يبقى يكلاكسوني عليه بالطوموبيل ولكن هو ما غيسمعوش. غادي يفيق خير الدين وغادي ينزل ليه علاء وهو معصب وغادي يشدو وغيبقى يغوت عليه. غيقول له واش انت يا حارس ومخلي الباب مسدود وناعس؟ كنخلصوك باش تنعس، علاش كدير هادشي؟ انت ما عارفش بلي كاينه الام ديالي واختي هنا وانت ما جايب خبار؟ انت ناعس ومخلي هادشي بوحدو. علاء غيشدو غيبقى يضرب فيه، غيقول شنو هي خدمتك؟ واش انت حارس ونعسي ومخلي الدار؟ قادر تنعس وتخلي الدار بلا حراسه؟ انا اليوم غادي نقتلك. هنا فايزه غتجي تجري عند دنيا وغتقول لها دنيا عتقي علاء كيضرب خير الدين. غتقول لها علاش؟ غتقول لها ما عرفتش انا غير شفتو كيغوت عليه. وهنا غيمشيو كيجريو باش يعتقوا خير الدين من علاء. علاء معصب بزاف على خير الدين وكيقول لي واش ما كتحشمش؟ واش حنا جايبينك هنا باش تكون حارس ليلي ولا جبناك باش تنعس؟ اليوم ما غادي نقتلك. هذه هي الاخرى لي. هنا دنيا غتدخل وغتفرق ما بين علاء وخير الدين. غتقول لي شنو واقع؟ غيقول لها هذا السيد حنا جبناه وهو ناعس. غتقول لي واش على قبل هذا الشيء؟ على قبل حيت هو كان ناعس كنتي غادي تقتلو. دنيا غتقول خير الدين سمح لينا عافاك على هذا الشيء اللي وقع لك. هنا علاء غيقول ليه اخر مره، هاد المره لقاك ناعس غنجري عليك وغادي تخرج من هنا. وهنا غيقول لختو يلاه دخلي وغيقول ليه يلاه دخل انت هاد الطوموبيل. دنيا غتعاود ثاني تعتذر من خير الدين وغتقول لي واش انت بخير؟ غيقول لها انا بخير. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا محمود امين اللي غيقول ميرفت انا غادي نمشي. هنا بهار حتى هي غتوقف وغيقول لها انت تقدري تبقاي. هنا غتقول ليه ميرفت ولكن بانت لي حتى هي بغات تمشي معاك. هنا غيسمعوا الدقان وغيقول لها محمود امين ميرفت واش انت كتسني شي واحد؟ غتقول لي لا انا ما كنتسنى حتى واحد، دابا راه مشى الحال شكون اللي غادي يجي عندنا؟ هنا غيجي انيس وغيقول لبهار سمحي لي على داكشي وقع، سمحي لي على داكشي اللي دار لك فاروق. هنا غتقول لي ميرفت شنو كاين؟ واش كاين شي مشكله؟ غيقول ليها راه غير فاروق خلى بهار تقلق منه شويه. انيس غيقول بهار هو راه غير ولد صغير ما ديش عليه. غتقول لي بهار ولكن هو راه عارف راسو شنو كيقول، هو راه خايف منين نفرقك انت وياه، هو راه باغي ارزو تكون معاك. غيقول ليها انا غنحاول نشرح ليه ونقول ليه بلي راه انت اللي خاصك تكوني معايا. غتقول ليه ولكن من بعد نهضروا في هذا الموضوع ماشي دابا. انيس غيقول لها لا خاصنا نهضروا دابا، يلا خلينا نمشيو دابا للدار. هنا ميرفاش غتقول لي لا ما غتمشي معاك حتى بلاصه، بهار داز من بزاف المشاكل
وما بغيتش هاد المشكلة حتى هي تزيد تقلق. أنا ما بغيتش شي واحد يبكي بنتي. أنيس غيقول ميرفت أنتِ راه عندك بنتك خاصك تفهميني. غتقولي أنا فاهماك، هذاك راه ولدك وهذه راه حتى أنا بنتي، ما غنبغيش شي واحد يقلق عليا ومن حقك ولدك تحاول تبقى معاه. غيقول ليها أنيس صافي ماشي مشكل، بان ليا بحال راني جيت غير برزتكم. وهنا أنيس غادي يمشي ويخليهم. من بعد في مشهد اخر نشوفوا سلطانة اللي غتكون كتهضر هي وميسون. سلطانة اللي غتقول ميسون شتي شنو درتي، كنا بسبب هذا المشكل ديالك كنا غنمشيو في هذا السجن، كون ما قنعناش علاء كان غادي يعترف، وحتى بسبب هذاك التليفون ديالك كنا غنتفضحوا. غتقول ليها ميسون انا ما كنتش عارفه هادشي غيوقع ليا، ولكن ما تنساوش انا راه كون ما عرفت التليفون ديالي كاين تما وكون ما اعتقناش الموقف كنا غنمشيو فيها كاملين. غتقول ليها سلطانة يا ربي السلامه على هاد المشاكل، ما بغاش تبعد علينا. امتى هاد علاء غادي يسيني هادوك الوراق وهاديك الساعه يديك القصر وانتي راسك مرفوع. هنا الياس غادي يعيط على ميسون وغتقول ليها السلطانه شنو بغى هذا. غتقول ليها ميسون خليني نشوفوا شنو بغى. ميسون غتقول الاب ديالها علاش كتغوت شنو كاين. غيقول لها راه وصلتك هاد الورقه. ميسون غتقرا هذيك الورقه وغادي تصدم وغتبقى كتشوف فيها وغتفكر هذاك الشيء اللي وقع لها في السجن. غتقول لها سلطانه ديرات هذيك الورقه. غتقول لها ميسون راه من هنا يومين عندي محاكمه على قبل هذيك المحاكمه اللي كانت بلغت بها بهار. غتقول لها هادو ما غيمشيو حتى يدخلوني السجن، ما غاديش يرتاحوا. غتقول لها سلطانه ما تقوليش هادشي، انا ما غنخلي حتى حاجه توقع لك. انا هذيك المره راه كلفت المحامي باش يخرجك، وهاد المره لا دعت ضروره حتى اني غندير لك محامي باش غيخرجك. غيقول لها الياس منين غتجيبيه الفلوس. غتقولي كيف ما هذيك المره قلبت على الفلوس ودرت المستحيل حتى دابا قادره ندير المستحيل على قبل ميسون. من بعد في مشهد اخر نشوف ميسون اللي غتكون ضرها عينه وكتحاول تشوف واش غتقدر تشوف بها. غتقول شنو هادشي، كنحس براسي بحال ما بقيتش كنشوف بهاد العين مزيان. هنا سلطانه غتدخل عند ميسون وغتقول ليها نوضي راني وجدت لك الحمام باش تدخلي دوشي. غتقول ليها ميسون علاش. غتقول ليها واش نسيتي اليوم شنو عندك. اليوم راه غنمشيو باش نجيبو لاكارت ديالك جديده، دابا راه ولات عندك كنيه جديده، كنيه اطاهان. سلطانة غتلاحظ باللي ميسون ضرها عينه. غتقول لها مال عينك علاش كدوز لك بالدموع. غتقول لها ميسون لا ما فيها حتى حاجه. غتقول لها بنتي ليا بحال شي حاجه في عينك داخله ليك، شنو عندك في عينك. غتقول لها لا ما كاين والو. ميسون ما غتبغي تقول حتى حاجه للسلطانه باللي هي راه حاسه بعينها ضرها. غتقول لها خليني انا غنمشي ندوش باش يلا نخرجوا. وفي مشهد اخر غنشوفوا العائله اللي غتكون كامله مجموعه كتفطر، جوليا ودنيا وعلاء. جوليا اللي غتقول لعلاء علاش ما جبتيش الحبيبه ديالك، حنا راه بقينا كنتسناو فيك البارح وفي الاخر ما جبتيهاش. غتقول لي جوليا على الاقل قولي لنا غير سميتها. غيقول ليها علاء سميت من. غتقول لي سميت الحبيبه ديالك. هنا هدى غتقول الام ديالها انا غنمشي للمدرسه. هنا غيقول ليها علاء خليني انا نوصل. غتقول لي دنيا علاش. غيقول ليها انا بغيت نوصلها ومن اليوم انا اللي غنديها للمدرسه وغنجيبها. هنا غيجي محمود امير وغيقول بهار خلينا نمشيو لعند الشرطه، راه خرجت لك الهويه ديالك جديده، يعني لا كارت ديالك اللي فيها كنيتك اتاها. هنا غتقول لها جوليا صراحه فرحت لك بزاف، انت دابا ولات عندك كنيه جديده، كنيه اتاها. هنا دنيا غتقول لها فرحت لك بزاف وبغيت نكون معك في هذا النهار. غيقول لها محمود امير ماشي مشكل، كملوا فطوركم وخلينا نمشيو كاملين. هنا بهار غتقول ليه بابا. دنيا غتسمع هاد الكلمه وغتصدم. غتقول ليه بابا غير خليني بغيت نمشي لراسي بلا ما نعذبكم، انا بغيت نكون بوحدي. دنيا غتقول محمود امير فرحت لك بزاف حيتاش قالت لك بهار كلمه بابا واخيرا عيطات لك بهاد الكلمه. غيقول لها حتى انا فرحان وما قاداني فرحه، البارح راه عيطات ليا شحال من مره ببابا وما نعاودش لك راني فرحان بزاف. هنا بهار غتكون غادا وغادي يجي عند انيس. غيقول لها بهار فين غادا. غتقول لها راني غادا نجيب لاكارت ديالي جديده. غيقول لها اذا خليني نمشي معك. غتقول لي لا من الاحسن بلا ما تمشي معايا، بغيت نبقى غير بوحدي. انيس غيقول لها خاصنا ضروري نهضروا بلا ما تحاولي تهربي مني. غتقول لي لا انا ما كنتهربش منك، انا ما بغيتش فاروق يتقلق مني، انا ما عارفاش اشنو غندير وسط هادشي كامل، راسي مازال ضيق عليا ومازال كنفكر، انا ما عارفاش كيفاش غنتصرف مع فاروق، خلي حتى من بعد ونهضروا في هذا الموضوع. وهنا غتمشي بهار وغتخلي انيس. وفي مشهد اخر نشوفوا ميسون وسلطانه اللي غيكونوا كيوجدوا الطابله ديال الفطور. ميسون اللي غتكون مسميه على القط ديالها سميت علاء وغتبقى كدوي معاه. هنا غتقول لها سلطانه راني وجدت لك هذاك العصير اللي كيعجبك. وغتقول الياس هاك خذ العصير، شوف راني غنمشي انا وميسون نقضيو واحد الغرض وراني وصيت محجوبه ولا صالح هو اللي غيتكلف يديك العلاج الفيزيائي. ميسون اللي غتكون كتلعب مع هذاك القط وغتقول لها سلطانه صافي خلي على
لك هذاك القط صافي فطري. هنا غيقول لهم الياس لحد الان ما فهمت والو، كيفاش غير البارح ما كانت عندنا حتى حاجه واليوم شوفوا الطابله كيفاش عامره. غيقول لهم ما عرفتش منين كتجيبوا هاد الفلوس كاملين، كيفاش هاد الطابله عامره وزيد فلوس العلاج الفيزيائي حتى هو منين كتجيبوا هاد الفلوس. ميسون وسلطانه غيبقاو غير كيشوفوا ساكتين. غيقول لهم الياس نتوما اكيد كتخططوا لشي حاجه، انا راه عايق بكم حيتاش كتبانوا ليا كتخباو وكتبقاو تهضروا، نتوما اكيد مخبين عليا شي حاجه. الياس غيقول سلطانه قولي لي شنو واقع، شرحي ليا. غتقولي سلطانه ما كاين حتى حاجه، راه غير صالح ولات عنده الخدمه مزيان وعطانا شويه الفلوس، وميسون حتى هي راه ولات خدامه ما شاء الله عليها راه تبارك الله ولات كتجيب لنا الفلوس. غيقول لهم الياس نتوما كيسحاب لكم انا دري صغير باغي نضحكوا عليا بهاد الهضره. غيقول لها انا راه غنعرف هاد الالاعيب ديالكم. شوف يا سلطانه بلا ما تدخلي ميسون في هاد المشاكل، راه اصلا المرحومه نورهان دخلتها في المشاكل وبركه عليها غير هادشي بلا ما تزيدي انتي تدخليها في شي مشكل. ميسون غتقول لخالتها سلطانه بلا ما تقلقي من هادشي اللي قال لك الاب ديالي. غتقول لها لا ماشي مشكل. غتقول الياس كمل ماكلتك. غيقول لها ما بغيتش صافي شبعت. الياس غادي يمشي وما غيبغيش يفطر معاهم. وفي مشهد اخر غنشوفوا علاء اللي غادي يكلف واحد السيد باش يبقى حاضي الاخت ديالو حيتاش هو خايف عليها. هنا غادي يقول لهداك السيد ما بغيتكش تحيد عينك على هدى، فيما مشات غتبقى حاضيها، وغادي يعطيه واحد الفلوس وغيقول ليه هاك هاد الفلوس وراه من بعد راه غنزيدك فلوس كثيره، ولكن بغيت هاد الموضوع يبقى بيناتنا. من بعد في مشهد اخر نشوف خير الدين اللي غيجيب واحد الظرف وغيعطيه لدنيا وغيقول ليها هاد الظرف راه جا على حساب علاء. غتقول ليه دنيا كيفاش هاد الظرف ما فيه حتى سميه وما فيه حتى عنوان وما فيه والو. غيقول ليها راه جابوا واحد السيد خدام في الوطيل ديالكم وقال بلي راه نساه وجابوا ليه. غتقول ليه دنيا صافي واخا شكرا تقدر تمشي دابا الخدمه ديالك. جوليا اللي غتقول دنيا واش ما غتحليش هذاك الظرف تعرفي شنو فيه. غتقول ليها دنيا لا ما غنحلوش، انا ما كنبغيش نتدخل في الخصوصيات ديال ولادي وما كنبغيش نعرف شنو عندهم، هذه خصوصيات ديالهم وانا كبرتهم على هذا الشيء، يعني هذا الشيء كيبقى ديالو وما بغيتش نشوف شنو فيه. غتقول ليها جوليا انا عارفه كنتي ما كتبغيش تدخلي في الخصوصيات ديال اولادك وانتي صراحه راه ام مثاليه وكتباني مزيانه. غتقول ليها جوليا المهم انا نخليك دابا نقدرش نشرب اتاي حيتاش كيأثر عليا حيتاش انا حامله، انا غنطلع دابا بيتي وغادي نرتاح فيه. غتقول ليها دنيا صافي واخا اللي بغيتي. هنا دنيا غتبقى متردة واش تحل هذاك الظرف ولا لا، يجيها الفضول وتبغي تعرف شنو كاين. جوليا اللي غتكون طلعات وغتبقى كتشوف فيها من الفوق باش تعرفها واش غادا تحل هذاك الظرف ولا لا. دنيا ما تمشي حتى تحل هذاك الظرف، غادا تحلو وغتلقى فيه واحد السلسله، هذيك السلسله هي ديال زينب. وغتقول شنو هذا الشيء، شنو هذا الذوق رخيص، علاش علاء كتقلب غير على النساء الرخيصات. شوف هذه السلسله كي دايره حالتها. وهنا غتشدها وغتردها لهذاك الظرف بحال زعما راه كاع ما حلاتو وبحال كاع ما شافت شنو كاين فيه. وفي مشهد اخر غنشوفوا زينب اللي غتكون جايه وغيتبعها جمال وغادي يعيط لها. غتقول لي شنو بغيتي، علاش تابعني. غيقول لها بغيت نهضر معاك. غتقول لي انت امتى خرجتي من السجن. غيقول لها انت باش عرفتيني انا كنت في السجن. غتقول لي وعلاش واش ضروري نشرح لك انا منين عرفت. جمال غيقول لها واش انت اللي مشيتي درتي شكايه ضدي ملي شفتي عندي داك التليفون ديال هذيك الحمقى ديال ميسون. غتقول لي زينب بعد مني ما تبقاش تسولني على هذا الشيء. هنا غيبقى يضغط على زينب وغتقول ليه انا اللي بلغت عليك الشرطه، شنو غيوقع دابا، شنو غدير ليا. غيقول لها انا عارف عقلك هاد الايام شنو واقع ليه، هاد الايامات عقلك معمر لك غير هذاك علاء. غيقول لها ولكن انت ما عارفاش واحد الحاجه، عرفتي البارح راه كان هذاك علاء هو وهذيك الحمقى ديال ميسون عند الشرطه. غتقول لي شنو كان كيدير تما. غيقول لها واخا دابا تعرفي. زينب ما غتفهم والو، علاء شنو كان كيدير هو وميسون عند الشرطه. من بعد في مشهد اخر غنشوفو ميسون اللي غتمشي عند الشرطه باش تاخذ لاكار ديالها الجديده وغتسول هذيك السيده. غتقول لها امتى غتولي سميتي ميسون اتهان قدام الجميع، يعني غيولي كلشي عارف. غتقول لها راه غير مع الوقت، من هنا السيمانه كلشي غيعرفك بلي نتيا وليتي ميسون اتهان. هنا غتفرح ميسون وغتقول لها سلطانه واخيرا خديتي لاكار ديالك جديده، قالك غير امتى تدخلي للقصر وتكوني بحال الاميرات. غتقول لها ميسون انا بغيت نعرف غير ردة فعل ديال بهار ملي تعرفني بلي راه تزوجت بعلاء ولات حتى انا كنيتي اتهان. غتقول لها سلطانه غير صبري، هادشي كامل اللي خططنا ليه غادا توصلي ليه. من بعد نشوفوا بهار اللي غتكون كتسنى حتى هي باش تاخذ لاكار ديال الجديده وغيجي عندها اسماعيل. غتقول ليه بهار شكرا حيتاش ما رفضتيش الطلب ديالي. غيقول لها لا ماشي مشكل. هنا غتكون غاده وتلاقى مع ميسون وسلطانه. غتقول لها بهار جيتي تاخذي كنيتك الاصليه. بهار غتقول لها واش عارفه راسك شنو عندك غدا، واش موجده راسك غدا راه غتحاكمي وغادي تعاقبي على هذاك الشيء كامل.
كامل. غتقول ليها ميسون خلينا حتى الغدا ونشوفوا شنو غادي يوقع. هنا غتقول اسماعيل شنو كدير اسماعيل؟ دغيا قلبتي على بهار تواسيك في بلاصتي. وغتقول ليها فين هو انت يا الحبيب ديالك؟ شفتو كاع ما بان ليا جا معاك. غتقول ليها ميسون دابا ملي ما كيكونش انيس كيجي يعاونك اسماعيل. اسماعيل غيبقى غير كيشوف فيها. هنا غتقول ليها سلطانه ميسون يلا خلينا نمشيو. ميسون تبقى غير كتشوف. غتقول ليها بهار سمعي هضرت خالتك اصلا انت راه كتشبهي ليها ومن حسن حظي انني ماشي من دمكم. غتقول ليها ميسون ايوا مزيان هادشي. غتقول ليها بهار واخيرا غنتسنى من هذيك الكنيه ديالكم. غتقول ليها ميسون ايوا مزيان بالتوفيق نتمنوا لك حياه سعيده. اسماعيل غيقول بهار يلا خلينا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت هادو راه ما يستاهلوش نهضروا معاهم. ميسون غتقول ليها شوفي هادو اش كيقولوا هما ما عارفينش شنو غادي يوقع لهم. غتقول ليها سلطانه حتى انتي راكي زدتي فيه يلا خلينا نمشيو وردي البال اشنو كتخرجي على فمك. من بعد غنشوفوا دنيا اللي غيجيها اتصال من عند المحاسب وغيقول ليها راه كنتي اتصلتي بيا وقلتي لي بلي اي حاجه وقعات نعلمك بها. غتقول ليه غيقول ليها علاء راه خرج واحد المبلغ ديال الفلوس من الشركه ودوزهم في سميتو وراه في البلاصه خرجهم. غتقول ليه شنو كتقول؟ غيقول ليها هادشي راه يلاه دار. دنيا غتصدم. غتقول ليه صافي واخا ماشي مشكل المهم غير خلي هاد الهضره بيناتنا واي حاجه وقعات اتصل بيا انا الاولى. هنا تقطع مع المكالمه وغتقول شنو هادشي هذا شنو كيدير علاش ناوي. وهنا غتكون سالات الحلقه ديالنا. نتمنى تعجبكم هذه الحلقه وشكرا على المشاهده.